السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على احنا اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب اشوفكم كده من الموجودين في الكليات والمعاهد العسكرية. بص يا صاحبي، لو اول مرة تتفرج عليا فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الموضوع بتاع النهارده يا رجاله، انا اتكلمت عن فيديو بيتكلم عن عيادتين، الجلدية والجلدية والعظام. دول اهم عيادتين في كلية الشرطة في الكشف الطبي. ماشي. الفيديو بتاع النهارده هيتكلم عن عيادتين مهمين جدا برضو، اللي هم عياده الاسنان وعياده الرمد. عيادتين مهمين جدا جدا جدا، وهجاوب عن كميه اسئله بتسالني كتير. والسؤال الاول، انا لو معايا نضاره في عياده الرمد، هل كده ممكن انا اعدي ولا مش اعدي؟ ينفع ادخل بنضاره مش ينفع ادخل بنضاره؟ تمام. الحاجه الثانيه، لو انا عامل عمليه بي ار كي، هل انا هعدي في البي ار كي ولا مش هعدي؟ تمام. او عامل الليزك السطحي، هل كده انا هعدي ولا مش هعدي؟ دول في عياده الرمد، فانا هجاوب على الاسئله دي. مبدئيا كده اول سؤال، واللي هو لو انا لابس نظاره. بص يا صاحبي، لو انت متخصصين ليك نظاره، اما ثانويه عامه مالكش نظاره عشان تبقى عارف. تمام. فدلوقتي انت لابس نظاره متخصصين، طب هل النظاره كده ليها شروط معينه النضاره، ولا عادي ادخل بنضاره عادي واتجبل وهعدي؟ لا، النضاره ليها شروط معينه. ازاي؟ نفترض ان انت عندك نظرك العين الشمال -2 او -2، عندك اليمين -2. تمام. كده انت محقق الشروط بتاعت النضاره، يبقى انت لازم تكون العدسات بتاعت عينيك -2 او -2، ويفضل انك انت تخليها يعني 1.75 2 اللي حاجه بسيطه. تمام. بمعنى اصح، العدسه بتاعت النضارات، العدستين بتوع النضاره ما يزيدوش عن 2، ما يزيدوش عن درجتين. تمام. ليه بقى؟ لانه لو زاد عن درجتين يبقى انت كده هتسقط في عياده الرمد. تمام. عشان كده يفضل انك انت تخليها -1.5 -1.75. طب هتقول لي يا استاذ طارق، ده ما دي مش مقاسات نظري، مش مقاسات عينيا، يعني انا عينيا اصلا النظري فيها -2 او -2.5. هقول لك حاول انك انت تخليها -1.75 في العدسات فقط، يعني تدخل بالعدسات -1.75، تمتحن الكشف بتاعك وتطلع بيها اكسر النضاره براحتك. واخد بالك؟ بس امتحن، عدي الكشف اهم حاجه، يعني جاوب الدواير. يعني انت عارف الدايره فتحه يمين، فتحه فوق، فتحه تحت، مش عارف ايه. عدي بس الاختبار ده وبس على كده، وانت مش هتحتاج نضاره تاني. ماشي يا رجاله؟ ده اللي بيحصل معاك. اول سؤال اللي هو بتاع النضاره. طب انا دلوقتي لو عامل البي ار كي او عامل الليزك، ماشي. ايه هو البي ار كي؟ دي عملت البي ار كي تصحيح النظر، هي او ليزك بمعنى اصح، يعني هما السؤالين دول البي ار كي او ليزك بنفس الاجابه. تمام. لو انت عامل بي ار كي او عامل ليزك، انا كده هعدي ولا هسقط في عياده الرمد؟ بص يا صاحبي، على حسب الدكتور وعلى حسب العمليه عملتها من امتى. يعني انا لو عمليه عملتها من سنه او 2 وخلاص الاثر بتاعها اختفى، تمام، مع العلاج والوقت، خلاص يبقى انت كده تمام، هتعدي باذن الله. ولكن مش معنى كده ان هي لو اكتشفت عندك يبقى انت كده مش هتعدي، لا، ممكن تعدي برضه. تمام. بس لو في حاله ان الدكتور شاف ان مش ملتهبه، انها كويسه وان ما فيهاش اي اضرار تاني، او مش هتاثر عليك في العرج او في الجو او في الحر او في اي حاجه، في الحاله ديت ان شاء الله هتعدي معاك، ما فيش اي مشكله خالص، عشان تبقى عارف. تمام يا رجاله؟ يبقى هي كده في كده حالتين هتعدي معاك. ماشي. لو عامل بي ار كي، عامل الليزك، ان شاء الله هتعدي معاك لو كان الدكتور ابن ناس وكويس. تمام يا رجاله؟ ديت عياده الرمد. تمام. وهقول لك برضو ايه بيحصل معاك بعد ما تدخل العياده ان شاء الله يا رجاله. هو هم في العياده حاجتين، اول حاجه اختبار الدوائر ده وبتشوفه، والحاجه الثانيه يا صاحبي واللي هي ايه، انك لما بعد ما تخلص الاختبار ده بتقعد على الجهاز ويكشف على عينيك بالجهاز. بس كده. هو ده يا رجاله اللي بيحصل معاك في عياده الرمد. ماشي. عندك اي سؤال في النقطه دي؟ تمام. في عياده الرمد اسيبه في الكومنت. بعد كده نخش على عياده الاسنان، والاسئله بتسالني في عياده الاسنان. انا دلوقتي عندي تسوس من قدام، هعدي ولا مش هعدي؟ انا خالع ضرس، هعدي ولا مش هعدي؟ انا حاشي ضرس، هعدي ولا مش هعدي؟ بص يا صاحبي، اي حاجه من ورا هتعدي، عشان تبقى عارف. خد من اخوك الكلام ده. اي حاجه من ورا خلعها حاشيها هتعدي. خليك في اللي من قدام، من قدام اي تسوس مش هيعدي. تمام. اي خلع مش هتعدي. اي حاجه فوق الثانيه الزياده مثلا مش هتعدي. محتاجه تقويم مش هتعدي. تمام. دخلت بتقويم الاختبار مش هتعدي. تمام. ده اللي بيحصل معاك بالظبط. هم اهم حاجه في عياده الاسنان يا رجاله تطابق الفكين وتنظف الجير. اهم حاجه تنظف الجير، ماشي، بتاع الاسنان، عشان خاطر تعرف تعدي في الكشف ده. بس يا رجاله، هو ده اللي بيحصل معاك باذن الله في عياده الرمد وعياده الاسنان. بس عشان ما حدش يسالني تاني السؤال اللي هو انا خلع من ورا، انا حاشي من قدام. اي حاجه محشيه من قدام حاشيها بنفس لون الاسنان، خلاص ما فيش اي مشكله. اي حاجه بعد كده من ورا تمام مش هتاثر معاك. بس يا رجاله، ده ما يخص عياده الرمد وعياده الاسنان.
في عندك يا صاحبي اي سؤال او عندك اي استفسار سيبه في كومنت وانا تحت امرك في اي وقت. ولو انت يا صاحبي مش مشترك في القناه فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم، طارق البدري.